ده هو بطلنا سايتاما، شخص عادي جدا من شكله، أصلع بسيط، حتى ملامحه تخليك تفتكره موظف أو أي حد عادي، لكن الحقيقة مختلفة تماما. سايتاما هو أقوى بطل في التاريخ، يقدر يدمر أي وحش أو أي عدو أو أي تهديد بضربة واحدة. لكن الغريب إن القوة دي بدل ما تفرحه خليته يعيش في ملل قاتل، لأنه مهما كان الوحش قوي أو مرعب النهاية دايما واحدة، ضربة واحدة وانتهى كل شيء. فلو متحمس تكمل الفيديو انزل اعمل لايك واشتراك، ويلا بينا نبدأ قصتنا. ده هو كوكب الأرض، ولسبب ما بدأ وحوش وكائنات غريبة يهاجموا الكوكب كل شوية، والكوكب كان بيتصدى للوحوش دي من خلال البشر الأقوياء اللي أصبحوا أبطال خارقين. وده واحد من الوحوش واسمه رجل التحصين، وبيكون بيهجم على الكوكب، فراح له بطل خارق اسمه سايتاما وأنقذ طفلة الوحش كان هيقتلها. ولما الوحش كبر سايتاما قضى عليه بضربة واحدة، وقعد وقال معقول قضيت عليه بسرعة برضو؟ ايه الملل ده؟ ورجع سايتاما بذاكرته 3 سنين لورا لما كان لسه ضعيف وكان لسه عنده شعر وكان مكتئب لانه عاطل. وفي يوم قابل وحش وهو ماشي اسمه الرجل السلطعون، والوحش قال له انت حزين زيي عشان كده مش هقتلك، زائد كمان اني بدور على ولد وقح جدا دقنه كبيرة علشان اقتله، وده علشان رسم على جسمي وانا نايم. وسايتاما مشي، ولما مشي لقى الولد ابو دقن كبيرة، ولما الوحش جه يهجم عليه سايتاما انقذه. وبيقول للوحش انا زمان وانا صغير كان نفسي اكون بطل خارق وكمان انقذ الناس، يلا واجهني. فالوحش قعد يضرب فيه، بس سايتاما بالكرافتة بتاعته مسك عينه واقتلعها وقدر ان هو يقضي عليه. ومن بعدها بقى بينهك نفسه في التدريب لحد لما شعره وقع وبقى اصلع وبقى قوي جدا. ورجع سايتاما للحاضر وقال انا بقيت بطل خارق زي ما كنت عاوز، بس ليه دايما حاسس بالملل؟ وفجأة وهو بيكلم نفسه ظهر كائن عملاق وبدأ يدمر في المدن. والعملاق ده كان اصلا بشري، بس اخوه اداله عقار وهو اللي حوله لكده. واخوه كان جاي معاه وكان واقف على كتفه، فطلع سايتاما وقف على كتفه التاني، والعملاق غلط وبدل ما يقتل سايتاما بيقتل اخوه، فاتضايق جدا وقعد يهجم على سايتاما. فسايتاما برضو قضى عليه بضربة واحدة وقال القوة مملة جدا. وبالليل سايتاما بيمشي في مدينته اللي اسمها المدينة زد، وقال في دماغه وانا دلوقتي بملك القوة، بس ما بقيتش احس بالاحاسيس التانية زي الخوف والتوتر والحب، كل حاجة بقت بنيها بضربة واحدة. وبيرجع سايتاما على بيته، وبعد كام يوم حصل هجوم من سرب بعوض على المدينة زد بتاعت سايتاما. وسايتاما لأنه بيكره البعوض قعد في بيته وكان بيلاحق أي بعوضة بتدخل عنده، والبعوض كانوا بيمتصوا دماء الناس وكمان الحيوانات وبيودوها لكائنة غريبة هي دي اللي بتحركهم، وبيكون اسمها سيدة البعوض، وده لأن الدم بيقويها. فجالها واحد اسمه جينوس وقال لها أنا عارف إن أنت سيدة البعوض ده وانا جاي هنا علشان اقتلك. وجينيس جسمه كان عبارة عن آلات وبيقدر يخرج طاقة ونار من جسمه، وضرب البعوض بالنار ضربة واحدة وقضى على جزء كتير منهم، ودخل في مواجهة مع سيدة البعوض وكان سريع جدا، بس هي كانت بتقدر تتفادى هجومه وهجمت عليه وقطعت ايده. فجينوس قطع رجلها الاتنين. فسيدة البعوض نشرت كم كبير جدا من البعوض في المدينة علشان يمتصوا دماء جديدة ويزودوها بالقوة. وجينوس لقى سايتاما جاي من وراه وهو بيجري ورا البعوضة بصاعق الحشرات وما كانش يعرفه، وضرب بعدها جينوس البعوض ودمرهم وقدر ان هو يخلص عليهم كلهم. وسايتاما هدومه كلها اتقطعت بعد الهجوم ده. وجينوس بعد ما لقى لسه واقف استغرب ان هو ما ماتش. وفي الوقت ده جت سيدة البعوض تاني وكانت اقوى بكتير وقعدت تضرب في جينوس وتدمر في جسده. فجينوس بيقول في دماغه هي بقت قوية جدا، انا مش هعرف انتصر عليها، انا لازم ادمر جسدي ذاتيا دلوقتي. بس سايتاما راح هجم عليها بضربة واحدة وقضى عليها بكل سهولة. فجينوس اتصدم وبيقول له انا عايز ابقى تلميذك. وفعلا بعد اسبوع راح له البيت وبيقول له انا اسمي جينوس وجسدي آلي بقدر اصلحه بقطع غيار، وانا عندي 19 سنة وانا شبه آلي مش آلي كامل، علشان انا من 4 سنين كنت انسان عادي زيك وكنت عايش مع اهلي حياة سعيدة لحد لما جه واحد شبه آلي مجنون ودمر مدينتي كلها
وقتها، وانا الوحيد اللي نجيت من اهلي وما بقاش في حد معايا، لحد لما لقيت عالم اسمه الدكتور كوسينو، وهو اللي خلاني آلي بعد ما طلبت منه ده، ووعدته ان انا في يوم هدمر الشبه آلي اللي دمر مدينتي. انا دلوقتي بنتقل ما بين المدن وبقضي على الوحوش والمجرمين لحد لما الاقي الشبه آلي اللي انا بدور عليه. انا عاوزك تدربني وتخليني قوي زيك. فسايتاما قال له انا عندي 25 سنة، انا اعتقد ان انت هتبقى اقوى مني بكتير وكمان في وقت اقل. بس هما بيتكلموا هجم عليهم مجموعة وحوش وكان معاهم شبه آلي وكان اسمه الغوريلا المدرعة، فجينيس راح يقتله وسايتاما اتصدى لباقي الوحوش وكان معاهم وحش قوي اسمه ملك الوحوش، وبيقول لسايتاما احنا من مركز التطور وجايين ناخدك معانا، وبيهجم عليه ملك الوحوش. فسايتاما هجم عليه بهجمات متعددة وقضى عليه، وبعدها قضى على باقي الوحوش هم كمان. وجينوس وقع الغوريلا المدرعة وقال له هسألك كذا سؤال وجاوبني بسرعة، انت من 4 سنين رحت المدينة ودمرتها؟ فالغوريلا بيقول له لا. فجينوس بيقول له طب هو ايه مركز التطور ده؟ فالغوريلا بيقول له زمان كان في عالم عبقري كان عاوز يطور قوة الانسان صناعيا بس محدش دعمه، وفضل يعمل تجارب لوحده لحد لما كبر وبقى عنده 70 سنة، وقدر ان هو ينجح في تجاربه دي ورجع نفسه شاب واستنسخ نفسه وعمل نسخ كتير قوي منه علشان هما يساعدوه. وبعد كده انشأ مركز التطور وبدأ يعمل تجارب على الحيوانات والبشر، والدكتور ده بقى هو اللي خلاني شبه آلي، وهو اسمه شبه اسمك شوية، اسمه الدكتور جينوس، وهو اللي بعت سيدة البعوض هنا علشان تهجم على المدينة. وبعد لما شاف سايتاما بيقتلها بسهولة بعتنا احنا ليكم عشان نجيب سايتاما لأنه مهتم بيه وعاوز يعمل تجارب على جسده. فجينوس وسايتاما بيسيبوا الغوريلا وراحوا لمركز التطور جري علشان يشوفوا الدكتور جينوس ويتخلصوا منه، ووصلوا عند مبنى مكون من 8 أدوار، وجينوس بيدمروا بضربة واحدة وبيلاقوا كابو بعدها وبينزلوه. والدكتور لما عرف ان هما جايين خرج اقوى وحش عنده واللي اسمه هو كابوتو الدموي، وكابوتو كان عنيف جدا وبيعور الدكتور، وبعدها جري على جينوس وضربه وبيقول لسايتاما في غرفة قتال هنا يلا نتقاتل فيها. وفعلا راحوا وجينوس بيهجم هناك على كابوتو بنيرانو، وهجماته كانت سريعة جدا بس كل هجماته ما اثرتش في كابوتو ورجعه لورا وجسده كان بيتدمر. فسايتاما بيبعده وكابوتو راح يهجم على سايتاما وفجأة وقف وبعد وبيقول انت قوي جدا ازاي حصلت على القوة دي؟ والدكتور في الوقت ده جه وقال لي لسايتاما انا اسمي الدكتور جينوس وعاوز اعرف انا كمان انت ازاي حصلت على القوة دي؟ فسايتاما قال لهم بالتمارين، انا فضلت اتمرن 3 سنين. فجينوس قام وقال له اكيد ده مش سر قوتك الحقيقي. وكابوتو قال له انت كذاب وكمان اغضبتني. ودخل كابوتو في نمط اسمه نمط المسبحة والغرفة كلها اتحولت للون الاحمر وبدأ يهجم على سايتاما بضربات كتيرة جدا لحد لما سايتاما قضى عليه برضه بلكمة واحدة. ولأن سايتاما تافه جدا قعد في الارض حزين وقال انا نسيت ده النهارده السبت، المتجر اللي جنب بيتي عامل عروض وكده هتفوتني. وخد جينوس معاه وكسر الحيطة ومشي علشان يلحق العروض. وتاني يوم جينوس راح لكوسينو الدكتور اللي خلاه آلي علشان يحط له كده غيار بدل اللي اتدمرت في القتال مع كابوتو، وحكى له عن سايتاما. فكوسينو قال له انا بطور آلات جديدة وهخليك اقوى من سايتاما في يوم واحد بس. وبعدها صحي سايتاما من النوم لقى الاخبار بتقول ان في عصابة اسمهم صناع الجنة بيرهبوا الناس، وصناع البهجة دول لابسين بدل خارقة وكلهم بيكونوا صلع. فسايتاما بيقول انا اصلع ولازم انا اقضي عليهم علشان الناس ما تفتكرنيش منهم. وصناع البهجة بعدها كانوا في طريقهم لمبنى رجل اعمال اسمه زينيرو علشان يدمروا المبنى ويقتلوه. وزينيرو كان خايف جدا بس الحارس بتاعه اللي اسمه سونيك قال له انا هنزل اتعامل معاهم. وفعلا بيروح لهم وهجم عليهم وكان سريع جدا وقطع رؤوسهم كلهم ما عدا زعيمهم اللي بيكون اسمه راس المطرقة. وراس المطرقة بيهجم على سونيك بالصخور، فسونيك جري وهجم عليه بسكينة في راسه بس السكينة ما اثرتش فيه، وده لان راسه صلبة. وبيطلع يجري وبيقابل في طريقه سايتاما وبيقول له انت اصلع زينا، انت جاي عشان تنضم لنا ولا ايه؟ فسايتاما بيقول له لا انا بطل وبقتل المجرمين علشان اسلي نفسي وجاي هنا كمان علشان اقتلكوا.
فراس المتركة بيهجم عليه، فسايتاما مسكه ودمر له البدلة اللي هو كان لابسها وسابه عشان يهرب من المكان. وجاله بعدها سونيك وقال له هو انت من صناع البهجة، وبيهجم عليه. وسايتاما كان بيصد هجومه السريع بكل سهولة وبيقول له انا مش واحد منهم، انا البطل سايتاما. فسونيك قال له انا عمري ما سمعت عنك، انا مشكلتي دلوقتي انك صديت هجماتي السريعة، انا نينجا سريع ومحدش بيقدر يصد هجماتي، انا همشي دلوقتي عشان اتدرب وابقى اقوى، واكيد هنتقابل تاني وساعتها بقى هقتلك. وبعدها بيروح سايتاما على البيت وقعد مع جينوس وكان حزين. فجينوس بيقول له مالك؟ فسايتاما قال له انا مش مشهور، سونيك اللي انا قتلته ده قال لي ان هو ما يعرفنيش، وكمان سكان المدينة هنا ما حدش فيهم يعرفني، انا بقالي 3 سنين بطل وما حدش يعرف انا مين. فجينوس بيقول له في منظمة اسمها منظمة الابطال، انت لازم تسجل نفسك في الموقع بتاعهم علشان تنضم ليهم وتبقى بطل معروف. وفعلا الاتنين راحوا سجلوا نفسهم، وتاني يوم بيروحوا الاختبار بتاع الانضمام للمنظمة، وكان اختبار تحريري وكمان اختبار لياقة. وسايتاما بيكسر ارقام قياسية في اختبار اللياقة وبس لانه غبي ما قدرش يحل في الاختبار التحريري. وجينوس بيحل كويس في الاختبار التحريري وكمان عدى في اختبار اللياقة، وعمل مقابلة شخصية مع رؤساء المنظمة وجابوا له صورة لمبنى الدكتور جينوس اللي هو كان دمره، وقالوا له هو انت اللي دمرت ده؟ فبيقول لهم وبعد لما الاختبار خلص النتيجة جات لهم. وجينوس بيقول لسايتاما المنظمة هنا بيقسموا الأبطال اللي فيها ل4 رتب، سي هي أقل رتبة هنا واللي فوقيها بي، واللي فوق البي هي الإيه، وأعلى رتبة هنا بتكون هي الإس، والرتب كمان بتكون متقسمة لدرجات. وجينوس بعدها بيفتح الملف بتاعه ولقى إن هو اتصنف من الرتبة إس اللي هي أعلى رتبة لأنه خد في الاختبار 100%، لكن سايتاما اتصنف في الرتبة سي واللي هي أقل رتبة لأنه محلش كويس في الاختبار التحريري. Free audio post-production by alphonic.com. وبعد كده راحوا قعدوا في ندوة مع واحد من أبطال المنظمة من الفئة ايه ولقبه هو ستيك، وبيشرح لهم كل حاجة عن المنظمة، وقال لهم من النهاردة انتوا بقيتوا أبطال محترفين وهيبقى ليكم أبطال زي بقية أبطال المنظمة علشان تندهوا لبعض بيها. وبعدها بيمشوا وهم مروحين. جينوس قال لسايتاما المنظمة دي اتعملت من 3 سنين بس، واللي أنشأها مليونير اسمه أجوني بعد ما واحد غريب أنقذ حفيده كان هيقضي عليه. ومشي سايتاما وكان حزين لأنه من الرتبة سي، وجينوس اللي المفروض هو تلميذه من الرتبة اس، وطلع على سنيك وقال له انت قوي يلا واجهني. فسايتاما بيضربه وبيمشي. وتاني يوم راح مع جينوس لمكان فاضي علشان جينوس يتقاتل معاه ويتدرب وفعلا بدأوا. وجينوس قعد يهجم هجمات كتير بالنيران وبيزود سرعته اكتر من مرة، بس برضك ما كانش قادر يسيب سايتاما خالص. وسايتاما ما كانش بيهجم وعمال يهزر في القتال. فجينوس قال له خد القتال على محمل الجد. ففجأة بيلاقي سايتاما قدامه وبسرعة كبيرة جه من وراه وكان هيضربه، لكن وقف ايده على اخر لحظة وبيقول له يلا روح ناكل. وجينوس بيقول في دماغه انا عمري ما هوصل لقوته. وراحوا بعد كده ياكلوا، وجالهم في المطعم واحد اسمه أوماي ماسكو وكان مشهور والناس كلها عارفاه لانه بيمثل وبيغني. وقال لجينوس انا بطل من الرتبة ايه من الدرجة الاولى تعالى معايا. وجينوس راح معاه ويتكلموا، وأوماي قال له الكل بيتكلم عنك لان خدت شهادة الرتبة اس باستثناء مع انك لسه منضم جديد، انا جيت هنا ارحب بيك. ومشي أوماي بعد كده وعدت 5 ايام وجينوس بقى مقيم في بيت سايتاما. فجينوس بيقول لسايتاما على فكرة هم قالوا لنا في الندوة بتاعت المنظمة ان ابطال الرتبة سي اللي زيك لازم يعملوا اي مهمة خلال اسبوع لا اما يمسحوهم من السجلات. فسايتاما اتخض وقال له مهمة ايه؟ مفيش اي وحوش عشان اتصدالها. فجينوس قال له الرتبة سي مش بيصدوا للوحوش، هم بيعملوا مهمات بسيطة زي ان هم يرجعوا شنطة مسروقة. فسايتاما احبط ونزل للمدينة علشان يدور على اي حد محتاج لمساعدة علشان تبقى مهمة بس ملقاش. فبيقول بكرة اخر يوم
لازم أنا أعمل أي مهمة عشان ما تمسحش من السجلات. ونزل تاني يوم برضو، والمدينة كانت هادية ومحدش كان محتاج لمساعدة، لحد لما جاله سونيك وقال له أنا لازم أقاتلك تاني. وبدأ سونيك يهجم على سايتاما بالسيف بسرعة، بس سايتاما بيكسره في فمه، وسونيك كان بيخوف في الناس. فسايتاما قال له أنا مش فاضي دلوقتي، يا ريت تمشي، أنا لازم أقضي على حد شرير وأعمل مهمة. وسايتاما كان هيمشي ويسيبه، بس وقف وقال طب ما سونيك شرير، وجه من وراه وضربه ووقعه. ومنظمة الأبطال عرفوا اللي حصل وما مسحوهوش من السجلات، واجتمعوا بعد كده لأن جالهم تقرير إن المنطقة دي فيها منطقة مهجورة وبيظهر فيها وحوش خطيرة، وبعتوا لهناك بطلين من الرتبة ايه، واحد اللقب بتاعه ذو الشارب الملفوف، والتاني اللقب بتاعه الكرة الذهبية. ولما دخلوا المنطقة المهجورة طلع لهم وحش خطير، فالكرة الذهبية هجم عليه برصاصة بس بيصدها ومسكه ورماه على الأرض. وذو الشارب بيطلع سيفه وبيبدأ يهجم، بس ما كانش قادر على الوحش، وبعد شوية بيقع هو كمان. وبالصدفة سايتاما كان معدي من المنطقة لأنه كان بيجيب حاجات من السوق، ولقى الوحش عنده طحالب على راسه وبيقول في راسه أنا نسيت أجيب الطحالب من السوق، وبيقتل الوحش وبياخد الطحالب. ومحدش عارف ان هو اللي عمل كده ولا حتى المنظمة. وبعد كام يوم كان في نيزك هيسقط على الارض وهيدمر المدينة زد، ومنظمة الابطال من مقرها الرئيسي اللي في المدينة ايه كلموا كل اللي من الرتبة اس علشان يتعاملوا مع الموقف. وجينوس بيروح مقر المنظمة الاحتياطي اللي في المدينة زد، وقابل هناك بطل اسمه بان. وبانج كان رتبته اس من الرتبة التالتة ولقبه هو ذناب الفضي. وقال لجينوس الخطر بتاع النيزك ده من المستوى تنين، وكان فاضل 25 دقيقة والنيزك يصطدم بالمدينة زد. فجينوس بيخرج سلاح معاه اسمه المدفع الحارق وجهز نفسه، وجاله بطل تاني من الرتبة اس وبيكون اسمه بوفوي ولقبه هو الفارس المعدني. وبيقول لجينوس اللي قدامك ده آلي بقدر اتحكم فيه عن بعد، انا بعيد عن هنا وجاي اختبر اسلحتي مع النيزك، انا مش جاي انقذ المدينة. وضرب بوفوي النيزك بمجموعة صواريخ، بس كل ده مش بيأثر فيه، وجينوس بيخرج كل الطاقة والقوة اللي فيه وبيهجم على النيزك، لكن كل ده كمان مش بيأثر فيه. وكان فاضل 9 ثواني والنيزك هيصطدم بالمدينة، وفي الوقت ده بيجي سايتاما وبيطل فوق وبيضرب النيزك وبيفتته وبينقذ المدينة. وبانج كان مصدوم، بس فتات النيزك بتقع على المدينة وبتدمر البيوت. وبعد الحادثة سايتاما بيترقى من الدرجة 342 في الرتبة سي للدرجة ال5 من الرتبة سي برضه. وسايتاما بيسأل جينوس هو الخطر ليه مستويات وأسماء؟ فجينوس بيقول له يعني الخطر من المستوى نمر ده بيبقى يعمل خسائر هائلة في الأرواح، وكمان الخطر من مستوى شيطان بيبقى خطر هيشيل حركة المدينة كلها، والخطر من المستوى تنين بيبقى خطر هيدمر مدن زي النيزك كده كان من مستوى تنين. وآخر خطر بيكون من المستوى الكارثي، وده خطر يقدر يمحي البشرية. وشوية وسايتاما نزل الشارع ولقى كل سكان المدينة بيهتفوا ضده لأن بيوتهم اتدمرت من فتات النيزك. وجه 2 من أبطال الرتبة سي وقالوا له انت ازاي توصل للدرجة ال5 في الرتبة سي بالسرعة دي؟ انت اكيد غشاش. ونزلوا يقاتلوه فضربهم بكل سهولة، وبيقول للناس انا انقذت المدينة من الدمار بتاع النيزك، لوموا النيزك ما تلومنيش انا. وشوية وجه جينوس وخد سايتاما ومشيوا، وجينوس قال له انت محدش مقدرك بس انا هفضل اتعلم منك. وتاني يوم في المدينة ظهر وحش برأس اخطبوط وبيقول انا من عشيرة اهل البحر، وسايتاما قضى عليه بلكمة واحدة وترقى بعدها للدرجة التانية في الرتبة سي. وبدأ بطل من الرتبة سي اسمه موميني يتابع سايتاما، بس ظهرت وحوش تانية من عشيرة اهل البحر في المدينة جي، فرح لهم بطل من الرتبة ايه ولقبه هو ذو اللدغة وبيهجم عليهم وبيقتل شوية منهم. وبعد كده جاله الملك بتاع عشيرة اهل البحر ومسكه وهزمه. ومنظمة الابطال قالت ان مستوى الخطر في المدينة جي هو شيطان، ونزل جينوس وسايتاما علشان يروحوا على هناك وافتروا في الطريق علشان جينوس هو هيوصل اسرع، ومؤمن هو كمان كان رايح على هناك بالدراجة بتاعته. وملك عشيرة اهل البحر بدأ يمشي في المدينة بعد ما كل الناس اخلوها، وهجم على بطل من الرتبة ايه اسمه هو ماكس الصاعق وضربه وطيروا المبنى تاني. فماكس قام وهجم عليه بضربة صاعقة بس ما بيتأثرش فيه،
فالملك طيره، وجي بطل من الرتبة اس اسمه السجين، ومسك ماكس وقال له انا مسجون ولسه هربان دلوقتي، وكمان معايا سونيك. وسونيك هو كمان كان مسجون بعد اللي عمله في المدينة زد لما هجم على سايتاما، وراح الملك وهجم على السجين وضربه، فالسجين بيضربه هو كمان وبيقلع هدومه وبيهجم على الملك بوابل من الضربات، بس الملك ما بيتأثرش وقعد يضرب فيه وطيروا المبنى بعيد، وبيقف قدام سونيك وبيقول له انا ملك قاع البحار، وبيهجم عليه بس سونيك بيتفاداه، وبسرعة نزل عليه بضربة قوية وبدأ يتحرك حوالينه بسرعة كبيرة وعمال يهجم عليه، بس فجأة الملك بقى أسرع وأقوى وشكله بيتغير وبدأ يلاحق سونيك، فسونيك بيسيب هدومه للملك وبيهرب. وجينوس في الوقت ده بيكون وصل للمدينة جي، وسايتاما هو كمان وصل وبيلاقي مومينو وبيركب معاه الدراجة، وهما ماشيين سايتاما بيلاقي سونيك شافه بيجري ونزل من الدراجة، ومومينو بيكمل لوحده ووقع منه الموبايل بتاعه. ولما منظمة الأبطال اتصلت بيه سايتاما هو اللي رد وبيقول لهم أنا في المكان دلوقتي وهروح علشان أنقذ الناس. فالمنظمة لما شافوا السجل بتاعه وافقوا إن هو اللي يروح، بس الملك في الوقت ده دخل المكان اللي سكان المدينة مستخبيين فيه، وجاله في الوقت ده سنيك وثلاث أبطال من الرتبة سي، فالملك بيضربهم بكل سهولة، ووصل جينوس عنده وبيضربه وبيدمر بيه المكان، والملك رجع له تاني وبيدمر دراعه وبيطيره، فجينوس بيقول للناس اهربوا بسرعة وبيدخل في مواجهة مع الملك، وقعدوا هما الاتنين يهجموا على بعض بضربات سريعة جدا، وجينوس كل شوية كان بيهجم عليه بالصاعق بتاعه لحد لما الملك قام وحدف كرة حامضية على بنت صغيرة، فجينوس راح انقذها واتصاب هو، والآلات اللي في جسده بدأت تسيح، فالملك ضربه وطيره، ووصل مومينو وهجم على الملك، والملك مسكه وقعد يضربه في الأرض، ومومينو ما بيستسلمش وبيقوم تاني وبيقول أنا ضعيف بس أنا ههزمك دلوقتي، والناس بدأت تشجعه وبيهجم تاني، فالملك ضربه، وسايتاما في الوقت ده بيوصل وبيمسكه، وسكان المدينة بيقولوا الأصلع ده من الرتبة سي هو أكيد هيخسر، الرتبة سي كلهم مبتدئين، وسايتاما بيقول للملك يلا نخلص بسرعة عشان الدنيا بتنطر وانا عايز اروح، وبيضربوا لكمة واحدة بتقضي عليه، وكل الناس بيكون فرحانة، بس واحد منهم بيقول لهم ده سايتاما بتاع المدينة زد الغشاش اللي اترقى بسرعة في ترتيب الرتبة سي، فاكيد هو قضى على الوحش بسبب ان الوحش واجه كل الابطال دول. فسايتاما بيقول لهم انا قضيت على الوحش عشان هو قابل ناس كتير قبلي، وبقولوا لكل الناس كده. وتاني يوم رجع هو وجينوس للمدينة زد تاني بعد لما جينوس بيصلح جسده، وبيجي لهم رسائل كتير من المعجبين، وكان فيهم رسالتين بس لسايتاما، رسالة شكر من معجب والرسالة التانية كانت من منظمة الأبطال، وبيبلغوا ان هو اترقى للدرجة الأولى في الرتبة سي، وبعد كده بيستدعوه وعملوا معاه مقابلة شخصية، واترقى بعدها للدرجة المية الواحد في الرتبة بي، وهو راجع البتاع ياكل في مطعم وبيلاقي جنبه مومينو وقعدوا يتكلموا، وفي نفس الوقت ده راح واحد من المنظمة الأماينو وبيقوله ده بطل جديد من الرتبة بي اسمه سايتاما الكل بيتكلم عنه، فأماي بيقوله انا ما بهتمش غير بابطال الرتبة ايه اللي زيي او ابطال الرتبة اس. وتاني يوم بيظهر وحش وبيكون اسمه ملك الديناصورات، فالمنظمة بعتت له بطلة اسمها تاتسوماكي، وتاتسوماكي كان رتبتها اس من الدرجة التانية، والوحش بيقول لها مش هتقدروا تهزموني غير بنيزك، فتاتسوماكي بتجيب له نيزك من الفضاء لانها بتقدر تتحكم في الاشياء عن بعد بطاقتها الروحية، وبتنزل النيزك عليه وبيموت. وسايتاما كان مع جينوس في الوقت ده وبيكونوا هما الاتنين عند بانج، وبانج بيقول لهم دي مدرستي لتعليم الفنون القتالية وده افضل تلاميذه اسمه شارانجو، وانا كان عندي هنا تلاميذ كتير وكان اقواهم واحد اسمه جارو بس اتمرد عليا فطردته، وشوية وجالهم واحد من المنظمة وقال لهم المنظمة عايزة كل ابطال الرتبة اس، فبانج وجينوس راحوا وخدوا معاهم سايتاما مع انه لسه من الرتبة بي، ووصلوا على مقر المنظمة وبيقابلوا تاتسوماكي وبتقول لهم انتوا جايبين واحد معاكم من الرتبة بي ليه؟ بس محدش بيرد عليها ودخلوا الاجتماع، وسايتاما بيلاقي جميع ابطال الرتبة اس بكل درجاتها، وكان منهم بطل الدرجة 15 اللي لقبه هو صاحب المطرق المعدني، وبطل الدرجة 9 فارس القيادة، وبطل الدرجة 7 الملك، وكمان بطل الدرجة 5 امبراطور الاطفال، والساموراي الذري بطل الدرجة 4. ودخل بعد كده الاجتماع واحد من المسؤولين وبيكون اسمه سيتش وبيقول لهم احنا كنا
كنا بنعرف كتير من حوادث الوحوش قبل ما تحصل عن طريق عرافة اسمها شيبة، والعرافة دي ماتت النهاردة، وقبل ما بتموت بتسيب رسالة بتقول فيها ان الارض في خطر. وفعلا شوية وجت سفينة فضائية كبيرة جدا ودمرت المدينة ايه كلها في لمح البصر، بس مقر المنظمة اللي هما كانوا فيه ما اتدمرش لانه بيكون محصن، وبيمشي سايتاما منه علشان يشوف ايه اللي بيحصل. وبيخرج وحش من السفينة الفضائية وبيكون اسمه ميلزرجارد، والساموراي الذري بطل الدرجة الرابعة كان سايب المساعد بتاعه بره واللي اسمه ايباي، واياي بيصدى للوحش، بس الوحش كان قوي جدا وقطع دراع اياي الشمال. وميلزرجارد كان ب5 رؤوس لانه بيقدر يقسم نفسه ل5 وحوش. وفي الوقت ده بيجي الساموراي الذري عنده، وجي معاه بانجو صاحب المطرق المعدني، والسجين كمان بينضم لهم. والسجين هجم على ميلزرجارد وضربه بضربات كتيرة، بس ميلزرجارد كان بيقدر يجدد جسده. وجينوس وتاتسوماكي بيقولوا للملك انت بطل الدرجة ال7، انت مصنف كأقوى بطل في العالم، اضرب السفينة الفضائية دي ووقعها. فالملك بيقول لهم مش هقدر اعمل كده عشان السفينة عالية. وسايتاما في الوقت ده كان دخل جوه السفينة الفضائية وكان عمال يقتل في الوحوش اللي فيها ودمر فيها 23%. ودخل بانجو والساموراي الذري والسجين وصاحب المطرق المعدني في قتال مع ميلزرجارد، بس برضو كان بيجدد جسده بعد ما بيتصاب. فاياي بيقول لهم الهجمات الجسدية مش بتأثر فيه. وشوية ونده لميلزرجارد من جوه السفينة الفضائية وحش تاني اسمه جيرو شانشوك. انا والله مش عارف ايه الاسامي اللي هما بيسموها دي، مش لاقيين اي اسامي سهلة يسموا بيها اي حد. المهم بعدها بيقولوا انا في غرفة التحكم والسفينة فيها دخيل، تعالى بسرعة. فميلزرجارد قال له هاتل اللي هنا دول وهجيلك. وجيرو شانشوب قال له انا هخلي الجنود اللي اقل مني رتبة في السفينة يضربوا المكان اللي انت فيه بالقذائف. وميلزرجارد خرج من جسده وحش صغير والمضرب المعدني بدأ يقاتله، وبرضك الوحش الصغير ده كان بيتجدد، بس في مرة المضرب المعدني ضربه وبيوقع منه كرة زجاجية، ولما بيكسرها الوحش بيموت. وكان فاضل لميلزرجارد 4 وحوش بس، وصاحب المضرب المعدني قال للباقي الابطال خرجوا من ميلزرجارد كرة زجاجية وكسروها علشان يموت. فبانجو والساموراي الذري والسجين بدأوا يهجموا تاني وفضلوا يدمروا في الكرات لحد لما ميلزرجارد ما بقاش منه غير 2 بس. وكان في وحش جوه السفينة كان بيجهز علشان يضرب كل الابطال اللي بره بالقذائف، وفعلا بيهجم عليهم. وجت تاتسوماكي واتحكمت في القذائف اللي هو ضربها ووقفتها ورجعتها تاني على السفينة. وبانج كمل ومع مساعدة كل الابطال راح قضى على وحش تاني من ميلزرجارد وما بقالوش غير وحش واحد وهجم على بانج وبعده. وبانج بيقوم تاني والساموراي بيقطع جسد ميلزرجارد، وبانج راح دمر الكرة الزجاجية وخلاص كده قضوا عليه. وفارس القيادة صاحب الرتبة ال7 بيقول للجينوس انا همشي دلوقتي بس عايز اقول لك حاجة، خلي بالك عشان الفارس المعدني صاحب الرتبة ال6 هيبقى عدوك وهتفهم كلامي ده بعدين. وكان لسه سايتاما عمال بيدمر في السفينة وجاله جينجاتشوب وكلمه وقال له اخرج بقى كفاية. فسايتاما بيقول له بس انا مش عارف طريق الخروج. فبيقول له جينجاتشوب امشي يمين وانت هتخرج. فسايتاما ضحك عليه وخرج شمال وبيوصل عند غرفة التحكم، والاخطبوط قال انا بقدر اتحكم في الاشياء من بعيد، وبيكسر الارض وبيحدف عليه الفتات بتاعها. فسايتاما مسكه بسهولة وبيحدف عليه طوبة وقتله. وشاف وحشين وراح لهم وقال لهم فين زعيمكم؟ فبيقولوا له على الطريق وراح عند الزعيم فعلا وبيكسر الباب وبيدخله وبيقولوا انت مين؟ فالزعيم قال له انا اسمي سيد الكون بوروس، قوتي ملهاش حدود ولفيت المجرات كلها وملقتش حد في قوتي لحد لما عرافة قالت لي ان الكوكب بتاعكم ده في حد في نفس قوتي واعتقد ان الحد ده انت، انا جاي هنا علشان اقتلك. فسايتاما ضربه ورجعه لورا بس بوروس ما ماتش وقام وقال له انت كسرت الدرع اللي انا لابسه علشان اسيطر على قوتي. وتحول بوروس بعد كده واطلق العنان لقوته وبدا يهجم بهجمات كتيره وسريعه جدا على سايتاما، وسايتاما كان بيتراجع لورا علشان يتفاداه لحد لما هجم عليه وقطع ايده. فبوروس وقف وقال له انت قوي فعلا ورجع تاني يكمل هجوم وبقى اسرع من الاول.
وضرب سايتاما ورجعه لورا، وهجماته كانت عمالة تكسر في السفينة، وتبادل الضربات هو وسايتاما. وبعد كده خرجوا من السفينة، وبوروس هجم عليه واشعل المكان، وفجأة جه من وراه وضربه، ووقف وقال له انت هتتصاب اصابات كتيرة، وانا هقدر اجدد جسدي، فاصاباتي مش هيكون لها اي تأثير. وبوروس بيجدد ايده اللي اتقطعت، وبيخرج قوة مدمرة جدا من جسده، واستخدم تقنية اسمها الانفجار النيزكي، وقعد يضرب في سايتاما ضربات كتيرة، وضرباته كانت بتدمر السفينة، وضربة منهم خرجت سايتاما بره الكوكب وودته الفضاء. وسايتاما بعد كل ده وقدر يرجع للكوكب، وضرب بوروس لكمة، وبعد كده هجم عليه بوابل من الضربات وقطع جسده. وبعدها بوروس رجع جسده تاني، وقال له انا هستخدم سلاحي الاخير دلوقتي، وهجم بوروس تاني بكل قوته. وسايتاما قال له انا برضك هستخدم لكمتي الاخيرة، وهجموا على بعض، والهجوم بتاعهم عمل انفجار كبير. وبعد الهجوم بوروس اترمى مهزوم، وقال لسايتاما انت فعلا اقوى مني، السفينة فيها كرة طاقة وهتتدمر بعد لما اموت، والسفينة هتقع. وفعلا الكرة اتدمرت والسفينة بدأت تقع، فكل الابطال جريوا. وبعد لما السفينة وقعت اماي ماسك جه وقال لهم المدينة ايه كلها اتدمرت، انتوا كلكم فشلتوا، انا ممكن اكون في الرتبة اس زيكم، بس انا دايما هخلي نفسي في الدرجة الاولى من الرتبة ايه، علشان ما اخليش حد تاني يترقى للرتبة اس، لان اللي هيترقى كده يكون ضعيف زيكم. وراح اماي بعد كده قضى على بقية الوحوش اللي كانوا في السفينة، وبيقول لجينوس انت خيبت ظني فيك. وبعد كده خرج سايتاما من السفينة ومشي هو وجينوس، والفارس المعدني بعت الروبوت بتاعه واخد السفينة علشان يعمل منها اسلحة آلية لنفسه. وبعد الحادثة دي بكام شهر المنظمة بنت مبنى جديد ليهم تاني، وبدأوا يبنوا كل حاجة تاني في المدينة ايه علشان ترجع زي الاول. ولحد هنا بيكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، فلو عجبك الفيديو ما تنساش تنزل تعمل لايك واشتراك في القناة، علشان الفيديوهات اللي جاية ضرب نار هتخلي عندك الحماس مليار. وما تنساش اهم حاجة تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا سلام سلام سلام.